I'm Tom Jackson from England. Over the years, I've traveled to more than 40 countries across the world. Yet one country kept calling me back, Egypt. 22 visits, from the timeless pyramids of Cairo to the beauty of Sinai, Hurghada, Sharm el-Sheikh, El Gouna, Luxor, and Aswan. But my real journey in Egypt began the day I met Mohammed El-Sheikh, a man whose honesty, courage, and integrity turned curiosity into trust, and trust into investment. Together, we built opportunities that grew into successful real estate ventures, now reaching $40 million. And today, I'm proud to see him launching something remarkable. A platform that connects investors with the strongest developers in the region. The Real Estate Show. And now I leave you with Mohammed El-Sheikh. The Real Estate Show. هل تصدق ان اسعار الشقق الفندقية في مصر وصلت في 2025 للبيك بتاعها ل $12,000 للفرد في الليلة الواحدة؟ وفي بعض الفنادق كان متوسط سعر الفرد لليلة الواحدة $7,000. الكلام ده وفق تقرير للعربية بزنس. اتكلمت وقالت ان في عندنا 5 فنادق في مصر حققوا ارقام ما اتحققتش قبل كده في 2025. هنا في ذا ريل استيت شو جايين نقدم فاليو كبيرة جدا للمستثمر ونديله كريدابيليتي من عند محمد الشيخ يشتري مع مين ويعمل ايه ويتصرف ازاي، سواء كان انفستر او كان اند يوزر وعايز يسكن ويعيش. رقم 1 كان عندنا ناي رادز كارلتون بسبب اطلالته الجميلة جدا على كورنيش النيل. وصل سعر الغرفة في الليلة الواحدة $575,000 بما يعادل $12,000 للفرد الواحد في الليلة. متخيل الرقم؟ المركز الثاني كان عندنا شتاجن بيراميدز كايرو بسبب ان هو موجود عند الاهرامات. وصل سعر الليلة ل $89,000 مصري بما يعادل $1,870 وبسبب كمان وجوده عند المتحف المصري الكبير. ده سانت ريجيس القاهرة وصل سعره في الليلة ل $60,000 مصري بما يعادل $1,274. نفس السعر كمان وصل له هيلتون كايرو جراند نايل والفور سيزونز نايل بلازا وصل سعره ل $45,000 مصري بما يعادل $948. واللي غالي على قلبي ماريوت مينا هاوس التاريخي وصل سعره ل $38,000 في الليلة بما يعادل $800. الأرقام اللي اتكلمت معاك فيها من شوية دي مش أرقام صدفة، دي بسبب طفرة كبيرة جدا حصلت في سياحة الأعمال. وعشان كده أنا النهاردة جاي أتكلم معاك في أقوى سيرفيس دو أوتيل أبارتمنتس موجود في التجمع مع مطور من المطورين اللي طالعين بقوة شديدة جدا. أي نعم هو ستارت اب في 2021 بس النهاردة بقى واحد من الكبار في الماركت بسبب حجم الكونستراكشن اللي هو بيعمله والخدمة اللي داخل يقدمها ويضيفها للناس في الماركت بشكل مختلف ما حصلش قبل كده. نقول تاني عشان اللي ما سمعش يسمع. عمر قنديل منورني عشان يكلمنا على أغلى وحدات فندقية نقدر نطلع منها نفس الأرقام دي بالظبط، ومش أي حد بيعمل سيرفيس دو أوتيل أبارتمنتس هيعرف يطلع الأرقام دي، بس عمر وشركة ذا أرك جاية عشان تعمل الأرقام دي في التجمع. رحبوا معايا بواحد من أساتذتنا في الماركت وواحد من الأرمز القوية جدا والأذرع اللي ذا أرك ما تقدرش تستغنى عنها، عمر بيه قنديل. ازيك يا محمد؟ الحمد لله رب العالمين. كله كويس؟ طمنا عليك. ايه المقدمه الجميله دي؟ ربنا يبارك لك، ده حقك وحق الشركه، وانت يعني حد مجتهد وعارف انت بتعمل ايه في شغلك، وانا اتعاملت معاك على المستوى الشخصي وبجد انت من الناس اللي حببتني بعيدا عن قوه الشركه والبروجكتس اللي عاملاها، حببتني في الشركه نفسها بسبب الاتيتيود بتاعك في التعامل معايا كزميل ليك يعني. ربنا يخليك. ان شاء الله بعد الحلقه لا ده حقك فعلا، وربنا سبحانه وتعالى يكلل ان شاء الله المجهود ده بالخير، وتبقى حلقه جميله لذا ارك وللانفسترز والناس اللي بتتفرج علينا ان شاء الله يا حبيبي، ليا وليك طبعا يا رب. انا عايز الناس تعرف مين عمر. اعرفكم بنفسي الاول. انا عمر قنديل، سيلز سوبرفايزر في ارك، بقالي 3 سنين في الشركه. حضرت من اول اللونشز اللي كانت في الشركه دي، عديت على كل اللونشز بتاعت البرودكتس اللي عندنا، وطبعا حضرت زيادة الأسعار بتاعت الفرق بين اللونش وبعد اللونش، الفرق صح. بين أول السنة وآخر السنة، واللي كسب في الأول صح.
واللي مبسوط دلوقتي بالمكسب بتاعه، صح. واللي بيكلمني appreciation قصدك. بالظبط. صح. ناس كتير قوي من اللي شارين معايا يكلموني مثلا every now and then يسالوني الاكس وصل عندكم بكام دلوقتي، الاوفيسز وصلت كام دلوقتي، السيرفيس ابارتمنتس وصلت كام دلوقتي. بيتابع استثماره طبعا. ويعني الناس بصراحه مبسوطه بالارقام اللي انا بقولها. اكيد الناس حاسه ان هي اختارت اختيار صح. اكيد، لان انت مفيش مشروع زيك في التجمع كله تقريبا. احنا طبعا اول حاجه بتميزنا كمشروع هو اللوكيشن. احنا اللوكيشن بتاعنا 90 جنوبي مع محور محمد نجيب، الشارعين اللي واخدين التجمع من اوله لاخره سواء بالطول او بالعرض. اوكي، احنا الارض بتاعتنا ممكن ما تبانش للناس ان هي كبيره، بس احنا الارض بتاعتنا 92 فدان ما شاء الله. اوكي، فطبعا يعني على 90 ما بتبانش كبيره قوي كده، بس هي ارض هيوج. يعني البرودكت ميكس اللي عندنا مركزين على كل البرودكتس. احنا البروجكتس عندنا في ادمن اوفيسز، في كوميرشال اند ريتيل، في ميديكال هاب. ميديكال هاب دي بنتكلم في مبنى كلينكس ومبنى مستشفى. اوكي، طبعا هتبقى من اكبر المستشفيات اللي موجوده في مصر. وطبعا البرودكت اللي مميز عندنا هي السيرفيس ابارتمنت. طيب خلينا عمر اعرف منك المشروع اللي احنا جايين نتكلم عنه ونفيد بيه الانفسترز والمستثمرين او الناس اللي بتدور على الهاي اند لايف ستايل، ونتكلم عن ارك ايست. انا محتاج اعرف منك الشركه بدات امتى، اوكي، وليه اخترتوا البروجكت بتاع ارك ايست يبقى في اللوكيشن ده. اوكي، ببساطه هي شركه بدات سنه 2021. برودكتس اللي عندنا ميكس برودكت، كل البرودكتس متاحه عندنا. احنا الشركه الديفلوبر اسمه ذا ارك، عندنا تحته ارك ايست وعندنا ارك ويست، بس احنا النهارده جايين نتكلم عن ارك ايست. بالظبط. كشركه بنتميز بايه؟ بنتميز ان احنا بناخد اللوكيشنز المميزه. يعني عندنا لو نيجي نبص على بروجكت ايست فاميز قطعه ارض موجوده في القاهره حاليا. اوكي، سنتر بوينت التجمع بالظبط، حته اوريدي حيويه مش مستنيينها لسه تبقى. قربه من ايه؟ 5 minutes من الاي سي، 5 minutes من الجي سي، 5 minutes او الناحيه الثانيه من فيوتشر يونيفرسيتي. بنتكلم 10 minutes للمطار، ودي حاجه بتاتراكت طبعا السياح ان هم يبقوا في حاجه لوكجيريوس زي البروجكت بتاعنا، سواء شركه مالتي ناشونال عايزه مكاتب، سواء حد جاي من بره مثلا عايز خدمات السيرفيس ابارتمنتس. الحاجات دي كلها طبعا القرب للمطار، حته القرب من المطار لوحدها كايجارات بقى واير بي ام بي والكلام ده كله طبعا هتفرق كتير جدا بالظبط في التسعيره بتاعت الايجارات. بالظبط. شايف مستقبل المشروع ده بعد 5 سنين هيبقى عامل ازاي؟ اوكي، انا شايف بعد 5 سنين طبعا يعني البروجكت ده هيبقى one of a kind concept في التجمع لكذا سبب. طبعا الميكس بتاع البرودكتس اللي عندنا، التو هوتيلز اللي عندنا، وزي ما انت عارف برضو يا محمد احنا شارع ال90 كله في نقص شويه في الاوتيلز. صح. مفيش غير اوتيل واحد 5 ستارز هو على ال90. مظبوط. فاحنا في البروجكت عندنا في 2 هوتيلز مش واحد، فدي طبعا حاجه اتراكت الحته دي بعد 5 سنين. طبعا برضو مش عارف انت عارف المعلومه دي ولا لا، بس احنا الناس الوحيده اللي معاها رخصه تبني ارضي و10 ادوار في قلب التجمع. احنا مش في اخر التجمع، مش ناحيه العاصمه، مش في الحتت اللي ممكن نشوف فيها سنترال بوينت. احنا في سنتر بوينت التجمع. صح. وبنين ارضي و10 ادوار. فانا شايف طبعا ان بعد 5 سنين احنا هنشوف one of a kind concept في التجمع. والله يعني هيبقى حاجه، هيبقى النجمه كده بالظبط. يعني لو هنشبهه مثلا تشبيه بسيط بس هنرجع كده يعني باك تو بيزكس شويه، ساتي ستارز اول ما طلع بالانتر كونتيننتال. انا بشوف ان ده ارك هيبقى هو النجمه السطعه في التجمع باللوكيشن بحجم المشروع 92 فدان بكل اللي انتوا عاملينه. مشكله بقى كبيره قوي بتواجه الناس، ماركت المستهلكين بشكل عام، مشكله الباركينج. انت اللوكيشن بتاعك في حته سنسيتيف قوي، حليت القصه دي ازاي؟ انا مبسوط يا محمد ان انت اتكلمت في النقطه دي، علشان احنا عامه مشكله الباركينج دي الكلاينتس ما بتبداش تاخد بالها منها غير اول ما تستلم او اول ما البروجكت يبقى فيه. طبعا وقت ما الناس بتبقى بتشتري او بتنقي اليونتس بتاعتها وكده، قالك على باركينج ايه يا دوب بيكفي عربيته او عربيه البيت. في ذا ارك دي من اول المشاكل اللي عالجناها في الاول خالص، فاينلايز الانفراستراكشر بتاع البروجكت كله. اوكي، احنا عندنا باركينج
من 3 ل4 ادوار اندر جراوند. اوكي طبعا الباركينج ده بيسيرف كل حد في البروجكت، سواء اونر سواء فيزيتور، سواء حد جاي للميديكال هاب، سواء حد جاي بقى ستورج برضو رقم كبير جدا. بالظبط فيزيتورز للهوتيل. عندنا برضو شركات مالتي ناشونال عندنا في البروجكت، طبعا دي بتبقى من ضمن سبيكس التعاقدات بتاعتهم، بيبقى عندهم ايز في ان هم لما يجوا ما يضيعوش وقت في حته الباركينج. من الحاجات اللي حليناها عندنا في ارك في الاول خالص ان احنا نخلي الباركينج بيخدم على كل حد سواء داخل البروجكت او حد من الخارج. خش بقى معايا على اللايف ستايل واليونتس. ستارتنج المساحات، وانا في حته كده عايز اعمل فيها جامب، ان انت تقريبا عندك اكبر اوتيل وسيرفيس ده ابارتمنتس موجوده في التجمع وشرق القاهره كله تقريبا 1000 متر حاجه كده، فعايز برضو انت توضح لي دي وتفهمني ايه. انا هبداها من تحت طبعا الاول. احنا عندنا السيرفيس ابارتمنتس بتبدا من اول ستوديوز 50 متر، عندي طبعا يطلع ل 1 بدروم 2 بدرومز 3 بدرومز و3 بدروم دوبلكس. دي كده البرودكتس اللي هي اللي عندي على الانفنتوري واللي احنا شغالين عليها ريجولارلي. اوكي طبعا البرودكت اللي انت اتكلمت كده بقى البرودكت بقى اللي انت اتكلمت فيه يا محمد، احنا عندنا بانت هاوس فعلا في الدور التاسع 1000 متر، 5 اوض نوم، برايفت بول، برايفت اليفيتور. ده شايف التجمع كله؟ ده طبعا شايف التجمع كله. تجرح قلب انا، تقسى عليا انا. شايف التجمع كله طبعا بالبرايفت اليفيتور بتاعه، بينزلوا لحد الجراج تحت لحد عربيته بالبرايفت باركينج اريا بتاعته. تيكت برايس بنتكلم في تيكت برايس فوق ال 250. بيمنت بلان على 7 سنين. كام في المية داون بيمنت؟ بندفع في الاول 7.5% داون بيمنت، وبعد كده بقيه الانستولمنتس كلها بتبقى 7 year انستولمنت. متوقع المشروع يتم ان شاء الله الاستلامات فيه امتى ويتفنش امتى والناس كده تتبسط بيه؟ دي النقطة التانية اللي بحب الناس تتكلم فيها، ان احنا البروجكتس اللي طبعا ان شاء الله هتتسلم في ميعادها لو مش قبل كمان. اوكي احنا طبعا اللوكيشن بتاعنا في نص ال90، فانت عارف طبعا اللي رايح واللي جاي شايفنا وشايف شغلنا وشايف الكونستراكشن بتاعنا، شايف طبعا الواجهات بتتحط على البيلدينجز دلوقتي على حاجة انا عندي لسه استلام عليها سنتين، فبالتالي انا شايف ان احنا كارك يا اما هنسلم في ميعادنا ده طبعا لو مش قبل. باذن الله. هو حجم الكونستراكشن على حجم المشروع والادوار واللي بيتعمل فيه، لا يعني انتوا عاملين انجاز كبير جدا. بالزبط. انا في الماركت بقالي 8 سنين ومحترم جدا اللي انتوا بتعملوه يعني. طيب انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا يا عمر، ويمكن دي انا بعتبرها نوع من انواع احترام الكلاينت
فكره الافتر سيل والمينتننس، وازاي بنتعامل مع الناس بتاعتنا على ان هم الفاميلي بتاعتنا، مش بس جاست كلاينت جه واشترى وخلاص مضى عقد وحط شيكات. وخليني اكلمك بمنتهى الصراحه، لان يعني الناس فاهمه ده وعارفه ده، وياما ناس حصل معاها كده وسمعوا من صحابهم وبلا بلا بلا. عايز انا بالنسبه لي كشيخ، ويمكن من الحاجات اللي بتميزنا انا في الماركت از ريل استيت اكسبرت، او يعني بتوين براكتس كده او تو براكتس بروكر، ان انا ما بسيبش الناس اللي بتيجي تتعامل معايا وتختار ان انا ابقى ايجنت ليها. اوكي. دايما اكلمه، استلمت، عملت ايه، في مشكله بتواجهك، قصتك ماشيه تمام. ابقى معدي من قدام البروجكت بتاعه مثلا بالصدفه بالعربيه ومصوره وهو لسه مثلا تحت الانشاء او اندر كونستراكشن، واقول له بص عشان انا عارف ان انت مش هتعرف تنزل يعني مخصوص عشان شغلك، انا كنت معدي بالصدفه صورته لك وهكذا. فانا مش عايز استفيد قوي فيها من ناحيتي، عايزك انت تقول لي بتقدموا ده ازاي افتر سيل ومينتننس، وازاي بتتابعوا مع الكلاينتس، وازاي لو عندهم مشكله بتبتدوا تحلوها، وازاي بتحتووا الناس وبنحترم ان الناس دي وثقت فينا. طبعا احنا علشان برضو ديفلوبر لسه نازل في السوق من سنه 21، فطبعا اول حاجه لازم اعملها ان انا اكسب تراست الكلاينتس، ان صح. انا اكتسب الناس اللي حواليا كلها، او الناس اللي شاريه معايا، واللي يجي يشتري معايا ما يشتريش مره، لا يشتري مره واثنين وثلاثه. فطبعا دي من اكبر الحاجات اللي احنا شغالين عليها في ذا ارك. احنا برضو ما سلمناش حاجه علشان لسه اقول لك الافتر ديليفري عامل ازاي. عندنا كل السيرفيسز موجوده في البروجكت، سواء في الفيز بتاع ايدج، فيز بتاع ايدج ده اللي هو بتاع السيرفيس ابارتمنتس، او الفيز بتاع كليف اللي هو بتاع الادمن اوفيسز والكوميرشال والميديكال. الناس اللي متغربه بره مصر، الناس دي حبايبنا واهلنا طبعا. التسهيلات اللي بتتقدم لهم ازاي كانه بالظبط موجود في البلد، وازاي عمر بيتعامل معاه انه الايجنت بتاعه، وان ما تشيلش هم ما تجيش خالص. ازاي التسهيلات دي بتتقدم للاجانب، التعاقدات، الحاجات دي كلها؟ طبعا احنا في عدد كبير قوي من الكلاينتس اللي عندنا اوفرسيز. صح. الاوفرسيز بنعامله بالظبط نفس معامله اللي قاعد قدامي على المكتب بالظبط. انا بخش معاه مثلا مهم زوم ميتنج، اشرح له البروجكت كله والطوبه لاخر طوبه، اعرفه كل حاجه في البروجكت سواء هو انترستد فيها ولا لا. طبعا بديله بريف عن البروجكت كله، بعرفه البروجكت، بعرفه هو بيشتري في ايه، بعرفه اللوكيشن كانه موجود بالظبط. نسهل له طبعا في حته التحويلات، بنعمل له ريزرفيشن فورم من هنا. يوم ما الكونتراكت يبقى جاهز ببعته له DHL، اوكي، يمضي ويرجعه لي برضو تاني. خلص له الكونتراكت بتاعه وارجع ابعته له تاني. وهو ان شاء الله لما بيجي القاهره ابعت له مثلا انفايت، او عارف هو جاي امتى، وببقى مستنيه يجي بس علشان ادي له مثلا تور. عندنا كان الاول في السيلز اوفيس على المكات وكده، بس طبعا دلوقتي بعد ما الكونستراكشن طلع بقينا بننزله السايت، نطلعه الدور الاول الثاني العاشر حتى، نوري له التجمع كلها من فوق. فطبعا بيحس ان هو عمل اختيار موفق وهو مش موجود. صح. خليني اقول حاجة، البرنامج ده مش لكل مطور، البرنامج ده للي عنده منتج يستاهل. ده ارك ايست مش مجرد بروجكت ولا مجرد مشروع، هو فرصة انفستمنت قوية وكبيرة جدا للي يفهمها. انا عايز اخش
على نقطة مهمة جدا. البيمنت بلان بتاعت السيرفيس ده ابورتمنتس حاجة كده من الحاجات اللي انا يعني لمست حتة في قلبي. الموك اب الجميل اللي انتوا عاملينه، اللي فعلا لو الكلاينت نزل يعني حاجة بروميسنج جدا. فقول لي الاتنين بعد اذنك. ماشي، انا هبدا بالبيمنت بلانز. احنا البيمنت بلان عندنا في السيرفيس ابارتمنتس 5% مقدم على 7 سنين، وفي 5% upon delivery. ماشي. وقت الاستلام بندفع 5% تاني. ماشي. طبعا مع مينتننس 8%. اوكي. بالنسبه للموك اب انا عايزك تبقى تيجي تشوفه برضو. احنا خلصنا 2 يونتس، واحده 2 بادرومز، واحده 3 بادرومز، فولي فينيشد بالاي سيز. انا عايز تعملوا لي 1000 متر البنت هاوس ده وهاجي اشوفه ازاي، او ادوني على لا ده البحارة لما عادي. يخلص بقى. لما يخلص بقى. عندنا موك اب زي ما بقول لك يا محمد، عندنا 2 بادرومز و3 بادرومز اوريدي فولي فينيشد بالاي سيز، بالباثرومز بتاعتهم، بكل حاجه، بالسمارت سيستم اللي عندنا، بالسمارت لوك اللي بره على الباب. فاللي بيجي يشوف الموك ابس عندنا بياخد الفول اكسبيرينس بتاع اليونت اللي هو هيستلمها. خليني اقول حاجه، ده ريل استيت شو مش لاي مطور، للمطور اللي شايف ان هو عنده فعلا منتج يستاهل زي ذا ارك وده ارك ايست. مشروع بيضيف للسوق، بيقدم فاليو وبيدي قيمة للمستهلك وللمستثمر، مش بس فكرة بيع وشراء. احنا بنبني هنا بورتفوليو نوت هايب. لو شايف نفسك مطور عندك منتج يستاهل فاهلا بيك، غير كده السوق مليان. لو انت مستثمر وبتدور على فرصة حقيقية تابعنا، وده شرف لينا. ولو انت مطور وعندك منتج حقيقي يضيف للسوق وللكلاينتس، سواء كانوا مستثمرين او اند يوزرز، فالمكان ده بابه مفتوح ليك. ده ريل استيت شو هو مكان للكبار بس. ندي كريديبيليتي للديفلوبرز والمطورين عند العملاء، ونساعدهم في ان هم ياخدوا القرارات الصح. ابعت كلمة انفستمنت او بارتنر على الخاص ونبدأ شغل حقيقي. حابب اشكر ضيفي عمر بيه انديل اللي شرفني من شركة ذا ارك، ونسمع منه لو حابب يقول لنا حاجة في اخر الحلقة. حبيبي يا محمد، بجد انا اتبسطت قوي في الشو معاك. شكرا. انا مبسوط قوي اني طلعت في ذا ريل ستيت شو. مبسوط طبعا، اتشرفت بيك واتشرفت بمعرفتي بيك. بالعكس احنا اللي اتشرفنا بذا ارك، ربنا يخليك. وجودكم معانا دايما. ربنا يخليك. ومبسوط ان عايزين الديفلوبرز الكبار، انا اسف لو بقطعك، ان هم يكونوا موجودين وظاهرين ونقدم قيمة حقيقية فعلا للسوق وللعملاء يعني. فانت اللي شرفتني. بالظبط. ومبسوط ان انا قدرت اوضح برضو ذا ارك للناس، واحنا بنقدم ايه والبرودكتس اللي عندنا والحاجات دي كلها. فطبعا ان شاء الله looking forward ان احنا نشتغل مع بعض قدام باذن الله. واتشرفت بيك ومبسوط قوي ان انا طلعت على البرنامج ده اتعمل. ربنا يخليك. ليه البرنامج ده اتعمل؟ عشان يدي كريديبيليتي فعلا للكلاينتس عند المطورين. وانتوا مطور يعني الصوره اللي ينزل اللوكيشن عندكم ويشوف حجم الانشاءات ب1000 كلمه وب1000 حلقه وب1000 عنوان. فانت اللي شرفتني. ربنا يخليك. اتمنى ان احنا نكون اضفنا للشركه از ماركتنج. وشكرا لوجودك معايا وان انت اديتني الفرصه ان انا اتكلم عنكم. ده شرف ليا انا يعني. حبيبي يا محمد. حبيبي. ثانك يو على اليوم الجميل ده. وبمناسبة شهر رمضان، شيخ ما يجيش ايده فاضية. كل سنة وانتوا طيبين. واللي اتفرج على الحلقة للآخر انا محضر له مفاجأة. اوعى تقول لحد ما اتفرجش على الحلقة للآخر. ديسكاونت 5% عند ذا ارك عمر بيه انديل. هتستخدم كود شيخ تاخد 5% على ال2 بادرومز وال3 بادرومز في ذا ارك ايست. كل سنة وانتوا طيبين. اسمع صوتكم على خير، ونتمنى يا رب نخدمكم ونفيدكم في كل مرة بنطلع فيها عليكم. شكرا.